راح أذكر لك قصة جدا جميلة، صار لي سنوات أنا ما ذاكرها، وهذه أتمنى تحفظونها شباب أنتم عشاق الحسين، تعرفون معنى الروح عند الموت. هذه القصة سمعتها من أحد الفقهاء توفي رحمة الله عليه في مشهد، هو الذي حدثني مباشرة. أكو خطيب في مشهد يسمونه شيخ مصطفى خبازيان، أغاية مصطفى خبازيان، خطيب يصعد منبر حسيني وشخصية معروفة ومرموقة ومشهورة في مشهد الإمام الرضا عليه السلام. يوم من الأيام هذا شيخ مصطفى صاعد طائرة من مشهد رايح إلى طهران. في أثناء الطيران الكابتن قال بأنه أكو خلل، تبين صار اشتعال نار في الطائرة، احترقت الطائرة وانفجرت وكل المسافرين احترقوا وماتوا بما فيهم الشيخ مصطفى. جابوه محروق، جثمانه محروق، وصار له تشييع ودفن رحمة الله عليه. يمكن أتصور إلى تسجيلات باليوتيوب مخلين إلى وهو يقرأ. بعد فاتحة الشيخ ابن الشيخ اجى إلى بعض العلماء قال لهم ما تحصلون إلي ورد أو ذكر لرؤية الميت؟ احنا عندنا ترى بعض المصنفات لرؤية الأنبياء في المنام، لرؤية الأئمة في المنام، لرؤية الميت في المنام، موجود عندنا هذا الكلام. يقول أريد ورد من الأوراد حتى أشوف أبويا، لأنه أخواتي إلى الآن يبكن عليه، يقولون أبونا وخادم الحسين واحترق، الظاهر أبونا تعذب في أثناء الموت، احنا يا ريت نطمن عليه. فعلم هذا العالم الورد الذي يرى الميت به في النوم. فشاف هذا الولد أبوه شيخ مصطفى، قال له بابا شلونك؟ قال له ابني أنا بخير، لا تخافون علي، أنا قصري إلى جنب قصر مولاي الحسين عليه السلام. قال له لكن بويا خواتي يبكن عليك، يقولون أنت وقت الموت تعذب، جابوا جثتك مشوهة محترقة، شالوك من الأشلاء جسد محترق، شلون تعذبت من النيران؟ اسمع، قال له ابويا ترى لعلمك أصلا النار ولا أدري عنها ولا شفتها. قال له شلون؟ قال له أنا أقول لك. يقول أنا في الطائرة، هو يسولف، صار الحريق في الطائرة، الكابتن نادى علينا، من قال بأنه حريق في الطائرة صار صراخ في الطائرة بحيث ضجة. أنا أذكر الله وأتوسل بالحسين عليه السلام. بهالأثناء وإذا أشوف باب الطائرة انفتح، يقول اللي وياي ما يشوفون بس أنا أشوف، باب الطائرة انفتح، وإذا شخص نوراني دخل من باب الطائرة، وياه شخص من وراء نوراني آخر أشد نورا من الأول. الثاني ما يبين من نور شيء إلا عليها عمامة خضراء، وجهه ما يبين، جسمه ما يبين، كله نور. الأول نوراني، الثاني أشد نورا منه. يقولوا إجوا يمشون اثنينهم بين الكراسي، والأول يسأل الثاني أبو العمامة الخضراء، يقول له هذا؟ يقول له لا. هذا؟ يقول لا. يقولوا أنا أشوفهم ولا وياي أتمنى يشوفونهم، أثاري مذهولين عنهم. إلى أن وقف عندي الأول سأل الثاني وهو يأشر عليه، يقول هذا؟ ذاك أبو العمامة الخضراء قال إيه هذا اللي أريده. يقول فالتفت إلي قال لي لا تخاف، ثم مد يده في جيبه وطلع وردة حمراء ودفعها إلي، قال شيخ مصطفى اخذ الوردة وشمها. يقول أخذت الوردة ولا كأنما صراخ ولا كأنما نار في الطائرة، شميت الوردة، غمضت عيني من حلاوة الرائحة، ما فتحت عيني وإذا أشوف أنا واقف ويا ذول الاثنين النورانيين، والطائرة المحترقة أشوفها تطيح تحتنا، وأشوف جسدي على الكرسي والنار وصلت إليه، بس أنا مو الجسد، أنا واقف وياهم. الطائرة طاحت واحترقت وأسمع صراخهم وأشوف أنا أحترق وعمامتي تحترق، بس أنا واقف ويا ذول الاثنين. يقول هذا شلون أنا معلق في الهواء لو أنا في الطائرة؟ قال له شيخ مصطفى خلاص انتهت. شنو؟ قال أنت الآن في العالم الآخر. قال يعني متت؟ قال إيه. قال هو هذا الموت؟ أنا ما حسيت بشيء، أصلا حسيت ببرد على قلبي من شميت الوردة،
قال يا شيخ مصطفى هذا هو الروح والريحان، من تشمه أصلا ما تدري لا موت ولا غير موت. قال له زين هذا منو أنت اللي أعطيتني الوردة؟ قال أنا ملك الموت، آتي إلى المؤمن بأبهى صورة وأنا جاي إلك. قال زين ليش ما أعطيت الباقي من هذه الوردة؟ قال مو كل واحد يحصلها، هذه إلى الخواص، وإنت جاي عليك توصية من هذا اللي وياي. قال منو هذا اللي وياك؟ قال سئله أنت. قال له سيدي أسألك منو أنت اللي وصيت ملك الموت علي؟ قال شيخ مصطفى أنت بالدنيا ايش تشتغل؟ قال شيخنا أنا ما أشتغل مولاي، أنا أصعد منبر أقرأ على الحسين. قال يا مصطفى أنا الحسين الذي تقرأ عليه.